السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين، إن شاء الله نكون بصحة وسلامة. طبعا لأني حاط مايك ولا حاط شيء، قررت كذا فجأة أبدأ فيديو، لكن ما عليه، تسامحوني أكيد. الزبدة إنه إذا بتسألون هذا إيش، هذا مفروض إنه يبرد، بس لعل انشوى بدل لا يبرد من قوة الشمس يعني. مع الأسف هو شو اسمه بعد إيش. طبعا أمس مفروض ينزل فيديو لكن مرضت، والحين قاعدين نرجع يعني. يس الأمور طيبة الحمد لله. اليوم يوم نشاط وصباح جميل إن شاء الله علينا وعليكم. قاعدين نمشي برا الآن وإن شاء الله كذا مشي خفافية يعني على ما نصحصح، بعدين ندخل البيت أحلى جلد تمرين. المقطع اللي راح صارت فيه مشكلة، وكان العنوان المفروض تشوفون المستوى اللي وصلت له في الهاندستاند، لكن بسبة كوبي رايت جاء على المقطع، فاضطريت اني احذف الجزئية اللي فيها التمرين او المستوى يعني. فصار كأنه الموضوع بس جذب ان العنوان، تحس العنوان شيء واللي بالفيديو شيء ثاني. لكن اليوم ان شاء الله نعوضكم، نشوفكم داخل. عدنا لكم الآن بعد ما خلصنا شوية هرولة. اليوم طيب، خلينا نحكي لكم ايش صار امس. طبعا امس جتني يعني شوية سخونة، لكن الحمد لله والله يعني ما طولت معي يعني يوم كامل اللي هو امس كنت طايح، لكن اليوم الحمد لله صحيت والامور طيبة يعني كانت. فنقول ايش، الحمد لله يعني، الحمد لله انه يعني ما طول معي الموضوع صراحة. جدا انا مبسوط وفخور يعني بهذا الشيء، انه جسمي قدر يصارع يعني الموضوع، عرفتوا كيف. وبالنسبة للمقطع اللي قبل امس معليش، نفس ما قلت لكم انحذف الجزئية اللي مع الأسف كنت أتمرن فيها وما انتبهت الصراحة لهذا الشيء، برضو يعتبر تقصير مني. لكن نعوضكم اليوم بإذن الله بمقطع وبتمرين جميل جدا. ترى بس كذا قاعد اسولف عشان قاعد ارتب الاغراض. خذينا بري ورك اوت، وهذه المياه المنكهة. اشربوا ماء، اشربوا الماء. طبعا كل مرة اخفف النكهة عشان تصير الموية طبيعية اكثر، المنكه يصير خفيف نكهتها مرة. يس يعني، وحاولوا تشربون ايش يعني، يكون في بالانس يعني يكون موية منكهة، موية عادية يعني، شوي كذا شوي كذا، فهمتوا يعني؟ لا تصير كلها يعني منكهة، لكن برضو الموية المنكهة أحسن من إنك ما تشرب موية بالمرة، خلينا نقول. فأنت عندك ليفلات، عندك الليفل الأول إنك تشرب والله موية منكهة مرة، مع الوقت تقلل لين توصل والله لشي خفيف، بعدين تبدأ شوي تشرب مثلا موية منكهة، موية صافية، وخلاص تقعد على كذا يعني. الموية مو لازم يعني، إذا أنت مرة يعني زيي أنا ما أشرب يعني، بس أكون أشرب موية اللي هو بدون نكهة تكون صعبة. اشرب موية منكهة أحسن من إنك تقطع المياه بالمرة، هذا باختصار. قاعد أكثر وأسولف واجد على الفاضي. بس والله يا جماعة الخير، خلونا الآن نروح نتمرن. ممكن التمرين يكون خفافي برضو، عشان إيش؟ عشان لسه تونا راجعين يعني من المرضى. يس فأترككم مع التمرين.
اوكي يا جماعة الخير، خلونا نكمل التمرين الآن. زي ما شفتوا المستوى يعتبر كويس، أحسن من أول يعني. that's for sure. الحمد لله طورنا بشكل ملحوظ. تونا في بداية رحلة الهاند ستاند. طبعا كل يوم كذا أسوي هاند ستاند، مرة على الأرض ومرة على الخشبة هذه، مرة على المتوازي الثاني الحديد الأسود، وهكذا يعني. أقعد يمكن ربع ساعة إلى نص ساعة هاند ستاند، بعدين أخش في التمرين الأساسي. طبعا اليوم إيش عندي؟ المفروض اليوم عندي ظهر وباي. أمس كان أوف، قبل أمس كان صدر وتراي. يس، صورت لكم بس زي ما قلت لكم انحذف، أم سوري. بس خلونا نكمل تمرين. طبعا أغلب تمريني اليوم، طيب أغلب تمريني اليوم راح يكون على العقلة، لأنه ظهر عندي. ألعب واسع وألعب برضه هنا ضيق، وبعدين أضيق شيء، أو ممكن ألعب واسع بعدين اللي هنا متوسط، وبعدين ألعب عكس يعني. ما أدري، حسب. بس غالبا بلعب اللي هو واسع وضيق وأضيق، وكلها تكون كذا مسكة عادية. بعدين ممكن قبل الباي ألعب العكس، مسكة العكس، عشان لأنه الباي يدخل فيها أكثر، فيصير برضو أكون حميت للباي. هو كذا ولا كذا الباي راح يكون أصلا مسخن اوريدي، لأن العقلة تدخل فيها عضلات البايسبس برضو والظهر. بس نترككم مع سيشن التمرين، استمتعوا. طبعا برضو في شيء الفترة هذه قاعد أتدرب على اللي هو الون أرم بول أب. ممكن ألعبه هو قبل الباي، يعني أخليه آخر تمرين، أو ممكن حتى بعد الباي ألعبه. وبرضو في تخاريف تصير ترى في التمرين، يعني عادي طبيعي مثلا وانا في نص التمرين اتدرب على شيء، على تمرين ابغى اسويه. على سبيل المثال قاعد العب الحين عقله، ممكن تشوفني فجأة كذا سويت اللي هو ايش؟ الهيومن فلاج. فعشان كذا لما اقول لكم عشوائيه، هذا هو المعنى الحقيقي للعشوائيه. ويعني قاعدين نستمتع، انت كذا خذها على انها استمتاع. يعني لا تحسس نفسك انك قاعد في عسكريه، اوكي؟ استمتع. انت قاعد تلعب رياضه عشان تستمتع، مو عشان انت يعني ملزم او واجب عليك، لا. اوكي، ممكن هذه في البدايه خلينا نقول اغصب نفسك. مع الوقت اللعبه هذه جميع يعني، او هي تحب الجميع. على سبيل المثال انت اذا جاك شخص جديد مو شرط انك تحبه يعني، او تتقبله من اول مره، فهمتوا؟ مع الوقت تبدا تتقبله. او هذا اللي يعني الشيء اللي اغلب الاحيان يصير. الرياضه نفس الشيء، الرياضه يعني شيء جديد دخل على حياتك، فعشان تستوعبه وتتقبله لازم بالبداية تجبر نفسك عليه. بعدين مع الوقت بتصير أنت تحبه وتتقبله، فراح فراح يصير روتين يعني في حياتك. فهمتوا كيف؟ بس والله خلينا نكمل الآن. فبالله عليكم يعني، شخص كان مريض اليوم اللي قبل، اليوم اللي بعده يتمرن، بالله هذا شيء إلزامي ولا شيء حب؟ انت قرر يا عزيزي المشاهد، اكتب في التعليقات. وهذا غير عن يعني الاشياء، يعني حرفيا اذا جاء احد عليك او شخص جديد ممكن تتقبله، ويعني يصير خلاص خويك اللزم، ممكن ما تستفيد منه شيء، ومع كذا تكون خلاص مثلا الشخص هذا مهم بالنسبة لك. فما بالك الرياضة تعطيك صحة، تعطيك لياقة، تعطيك شيء حلو، يعني فوائد قد ما تعطيها الرياضة راح تعطيك. بس والله نعطيكم يعني هذه نصائح يعني وأمثلة جميلة، إن شاء الله أنكم تتقبلوها. وأتمنى والله يعني، أتمنى الأشخاص اللي يسمعون يعني إنهم إيش أقول لكم، يعني أتمنى إنه كثير ناس تبدأ الرياضة مهما كانت، سواء كرة قدم، سواء مشي وهرولة، بس كالستينكس، بادي بيلدينج، أي شيء.
تنس. اتمنى ناس كثير يعني تدخل جو الرياضة بسبة الكلام اللي اقوله. خف علينا يا يلا جينا نكمل. كذا خلصنا العقلة الواسع. الحين راح العب الضيق. راح اضيق يعني شوي. والله للحين حلقي ها شوي احس فيه، بس ان هذه متعتي يعني يا جماعة الخير. ايش اسوي؟ ممكن في بعض الناس يسألون ليش انت اسمر الى هنا وبعدين ابيض؟ الجواب بسيط، الشمس. لاني اغلب الوقت البس اللي هو النص، فالشمس تضرب بس من هنا الى الكف. الجسم باقي او باقي جسمي مطة. وبس يا جماعة الخير كذا نكون وصلنا نهاية المقطع. تعب. لا تنسانا من دعمك يا عزيزي المشاهد. ان شاء الله تكون استمتعت واستفدت. ان شاء الله تخش جو التمرين طبعا بفضل الله اولا ومن بعد كلامي، يعني ان شاء الله نقول ان شاء الله. لا تنسى اللايك والاشتراك، تفعيل جرس التنبيه ونشر المقطع. وبس اسأل الله ان يدخلنا واياكم في الجنة. وبس نشوفكم على خير، مع السلامة، تحياتي.